يا ترى إيه اللي ممكن يخلي مكان في نص مدينة اسكندرية الجميلة اللي بتضحك للناس على طول يتحول لرمز للرعب والغموض؟ عمارة رشدي، الاسم اللي لما تذكره لأي حد في مصر تلقى نظرات خوف وتساؤلات. تعالوا أحكي لكم القصة من البداية وركزوا كويس عشان التفاصيل دي مش عادية. في الخمسينات، وقت ما الدنيا كانت أهدى وأبسط، اتبنت العمارة دي في حي رشدي الراقي. بس الغريب إنها من يومها وهي ما استقرتش. اللي بنى العمارة كان راجل غني جدا وقرر يبنيها بأعلى مستوى وقتها. لكن من أول يوم بدأوا فيه الشغل وكل حاجة غريبة بتحصل. عمال كانوا بيختفوا، وأدوات البناء بتتسرق، وحوادث غريبة بتحصل في الموقع. بعض الناس قالوا إن الأرض اللي اتبنت عليها العمارة ملعونة، وإنها كانت مقبرة قديمة أو مكان مقدس اتدنس. لكن الموضوع ما كانش مجرد حوادث. لما اتبنت العمارة وخلصت، الناس اللي كانت بتشتري شقق فيها أو حتى بتأجر كانت بتعيش أيام معدودة وتمشي. السبب؟ أصوات غريبة بتظهر بالليل، حاجات بتتحرك لوحدها، وظلال بتظهر وتختفي من غير ما حد يفهم هي إيه. أحد السكان قال إنه شاف شخص بيظهر في المراية فجأة وبيتكلم معاه بلغة غريبة، وآخر قال إنه حس بحاجة بتمسك رجليه بالليل وهو نايم. الأحداث دي خلت العمارة مهجورة تماماً لسنين طويلة، ومع الوقت الناس بدأت تطلق عليها العمارة المسكونة. ولكن الغموض اتضاعف لما حاولت شركة كبيرة تشتري العمارة وتجددها في الثمانينات. العمال اللي جابوهم للتجديد كانوا بيهربوا بعد كام يوم، بيقولوا إنهم بيسمعوا أصوات استغاثة جاية من الحيطان نفسها، وأحياناً بيشوفوا ناس واقفين في الضلمة، ولما يقربوا منهم ما بيلاقوش حد. الغريب إن حتى المسؤولين عن العمارة كانوا بيختفوا. واحد من الملاك مات فجأة، واتقال إن الموت حصل في ظروف غامضة جدا. ومن هنا بدأت الحكايات تتقال عن لعنة بتطارد أي حد يحاول يتعامل مع المكان ده. في الألفينات حاولت مجموعة من الصحفيين الشباب يدخلوا العمارة عشان يكشفوا الحقيقة ويفهموا إيه السر اللي وراها. اللي رجع منهم كان عنده قصص ما تقلش غرابة عن الأفلام المرعبة. واحد فيهم قال إنه شاف طفل صغير بيعيط قدامه في الطابق الرابع، ولما قرب منه الطفل اختفى قدام عينيه. الناس حاولت تفهم هل السر في العمارة نفسها ولا في الأرض اللي اتبنت عليها. وفي ناس جابت شيخ معروف وقالوا إنه حاول يعمل طرد للأرواح اللي فيها. لكن الأغرب إن الشيخ ده نفسه بعد ما دخل العمارة وقعد يقرأ خرج وهو مش قادر يتكلم، وافضل على الحالة دي لأسابيع. مع كل القصص دي ناس كتير بدأوا يسألوا هو ممكن تكون كل الحكايات دي شائعات؟ بس اللي زاروا المكان أكدوا إن في حاجة فعلا غلط. ورغم كل الجهود اللي اتعملت عشان حد يسكن العمارة أو حتى يتم هدمها، هي لحد دلوقتي لسه واقفة كأنها بتتحدى الزمن والناس، وبتفضل لغز بدون حل. وهنا السؤال الكبير، هل فعلا في حاجة فوق الطبيعة في المكان ده؟ ولا الموضوع كله مجرد خيال الناس وخوفهم من المجهول؟ قولوا لي رأيكم في القصة دي، وافتكروا تعملوا لايك لو عجبتكم القصة، وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. انتظروا مني المزيد من الحكايات اللي هتاخدكم لعالم مليان أسرار وغموض.